ورحمة الله وبركاته. خوتي المغاربة، كنتمنى والله تكونوا بصحة جيدة. اليوم جيت نتكلم على واحد الدولة ذات الوجهين، دولة تكيل بالمكيالين، دولة نكاية في المغرب تبكي يعني كتقيل النهار كامل وهي تقول فلسطين فلسطين فلسطين، ولكن عكس هذا كنشوفوه. اولا هاد الدولة عندها تحالف او دولة حليفة لها، كاينين جوج غادي نتكلموا عليهم اليوم، ولكن غادي نتكلموا في الاول على واحد الدوله حليفه وكالتوأم ديالها اللي هي جنوب افريقيا. جنوب افريقيا من بين الدول الاولى، وغادي نخلي لكم المصدر وكذلك سكرين شوت ديال الصفحه، من بين الدول الاولى اللي اعترفت باسرائيل. اعترفت باسرائيل سنه 1949 14 مايو. يعني شوف من فوقاش وهي معترفه باسرائيل لحد الان. مع ذلك كاين تخفيض دبلوماسي، ولكن لا يعني انها سحبت الاعتراف باسرائيل. هاد الدوله هذه هي الحبيبه الرومانسيه للجزائر. كما كتعرفوا دول مثل جنوب افريقيا، فنزويلا، هاد الدول هادو كلهم عندهم تمثيليه دبلوماسيه في اسرائيل. 163 دوله اللي معترفه باسرائيل هما ما شدوا غير في المغرب. يعني تصور ان جنوب افريقيا من سنه 1949، يعني من سابع دوله هي جنوب افريقيا اللي اعترفت باسرائيل. هذا يكفي باش نعرفوا ان قضيه فلسطين بالنسبه لهاد الجيران هادو فهي فقط قضيه نكايه في المغرب. اولا دغدغة المشاعر المواطنين ديال الجزائر ليست فيها يعني ما فيهاش شي نقطة واحدة حبا لفلسطين. اولا نكاية في المغرب، ثانيا دغدغة المشاعر ديال الشعب الجزائري، وهذا كنعرفوا انهم انجحوا فيه، لانهم كما كتشوفوا طيلة اليوم المطبعين. انا اعطيكم مثال واحد. لو كان جات اسرائيل قالت للجزائر طبعي معايا وغادي نقسموا المغرب كيف حبيتي كيف بغيتي، راه غادي تقول لها مرحبا وغادي تتمن وغادي تطبع. نجيو للدوله الثانيه، دوله فرنسا. كما كتعرفوا فرنسا من بين صناع الكيان. صناع الكيان كاين عندك بريطانيا، كاين عندك امريكا، هادو صناع الحقيقيين. المفاجأة شنو هي؟ المفاجأة سيدي، قرر بن غوريون بناء مفاعل ديمونة كان نقطة تحول في برنامج النووي الإسرائيلي. شكون هادو اللي بناو لهم هذا المفاعل؟ كما كتعرفوا هذا النووي تم تجريبه في الجزائر، وهذه وصمة عار على الجزائر. لحد الان باقا كتحن الزوج ديالها المفضل اللي هو فرنسا. من بنى مفاعل ديمونة هم الفرنسيين. تصور معايا انه فرنسا هي من يعني قوة شوكة اسرائيل في المنطقة، هي من سلحت اسرائيل، هي من دعمت اسرائيل نوويا، وانت كتموت وكتحماق عليها. وبالعكس مشيتي لعندها تاخذ الكاسك. يعني هادو الا كنتو عندكم واحد النخوه جاوبوا على هاد الاسئله هذه. الا كانت عندكم واحد النخوه جاوبوا على هاد الاسئله، ولكن متوقع منكم كل شيء. متوقع منكم السب، الشتم، الدخول في الاعراض. يعني ما عندكمش ما تحطوا من ادله، ما عندكمش ما تحطوا من حوارات، ما عندكمش ما تحطوا من نقاش، لانكم حجتكم ضعيفه. كتبغيو فلسطين، كتكرهوا المطبعين. يلا وقفوا التعامل ديالكم مع فرنسا وجنوب افريقيا كدليل على حبكم لهذا البلد. ماشي نكايه في المغرب التطبيع وكذا والخيانه وهذه. اسرائيل وكانت من غدا تقول لكم اجيو نقسموا المغرب، ولكن طبعوا معنا غادي تطبعوا معها. هذا معروف عليكم الخيانه، ومعروف عليكم نكران الخير.
هنا غنعطي سؤال للجزائريين، الا كنتو رجال جاوبوا بجواب مقنع او بحجه. هل تقدرون على قطع العلاقات مع فرنسا او جنوب افريقيا او عده دول؟ ما تقدروش. يمكن بكم غير الهضره والبلا بلا، ماشي رجال. كنتو رجال غادي تقولوا حتى هادو راه مطبعه معاهم اسرائيل، اجي نقطعوا عليهم. ولكن نتوما عندكم اهداف واحده اخرى، اهدافكم فقط النكايه في المغرب وتضييق الخناق على المغرب. ولكن الحمد لله انتم مكشوفين، يعني انتم مكشوفين للعالم ومعروفه الضغينه ديالكم. غادي نحط لكم هذا الرابط كذلك ديال فرنسا، من بين الدول الاولى اللي دعمت اسرائيل سلاحا ودعمتهم نووي. نتوما تقدروا تقطعوا مع العلاقات؟ ما تقدروش. هذا الفيديو بغيتو تبارطاجا بزاف، بغيتو تبارطاجا ويوصل ليهم، وبغيتهم يجاوبوني على هذه الاسئله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.